السلام عليكم اخواتي مشاهدين ومتتبعين ديال القناه ديالي. تنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم وجزاكم الله خيرا. وصلتوني ل1000 مشارك، بارك الله فيكم، تنشكركم بزاف. ان شاء الله اليوم خرجت واحد الخرجه خفيفه. الجو زوين باش ناخد واحد شويه ديال السميده ديال الذرع باش ندير واحد الحريشات، وقلت غادي نديرهم معكم باش تشوفوا الطريقه باش كنديرهم سهله، كيجيو زوينين وخاليين من الجلوتين. يعني بالنسبه للناس اللي كيستعملوا هاد المواد هادي ترجي الفطوره ولا الكوتيه، ولا يديهم شي حد عند شي حد هكا كيما حنا كنمشيو عند حاد هذا كنديو ليه هادي الا انت كتستعمل هاد المواد الخاليه من الجلوتين، او الناس اللي كتمشي عندهم كيستعملوها، ممكن تديهم معاك زوينين حتى هما في المنيضه وتيجيو بنان محلوين مع ديال الذرة، تيجيو زوينين. اليوم جيت للسوبر ديال كاريفور نوريكم نيت السلعه اللي الخاليه من الجلوتين في كاريفور. ديك المره في الفيديو اللي فايت وريتكم في ميركادونا. اليوم انا جيت للجهه ديال كاريفور ونوريكم المواد اللي هي رخيصه شويه والمواد اللي هي غاليه. كما انايا توصلت لهاد الحوايج هادي بحكم هاد الاستعمال ديال هاد المواد. اذا غادي نتسناو هنايا الضوء الخضر باش يشعل باش ندوزو ونشوف الحليب حتى هو نوريه لكم اللي ما فيش لاكتوز، خالي من اللاكتوسه، يعني سين لاكتوسه. ديك اللاكتوسه كتقصح الكرش للدراري اللي عندهم الحساسيه ديال القمح. اذا الطبيب تينصح باش نعطيوهم الحليب بلا لاكتوسه. الحليب العادي ما يمكن لهمش يستعملوه حيت كيضرهم في الكريشه ديالهم. كما كتشوفوا اليوم الجو زوين ما شاء الله، يخرج ولا شي حاجه، فالجو راه زوين اليوم. دخلت دابا للسوبر نديرو الجيل باش نعقموا اليدين بحكم هذا الوباء. نتمنى والله يرفعوا علينا. اذا غادي نمشي ديريكتومون المواد الخاليه من الجلوتين لان هذا هو الغرض على جيت. هنا الجهه ديال الحليب، هذا الحليب هذا سين لاكتوز، سين لاكتوسا، خالي من المواد اللي كتضر صحاب حساسيه القمح. الثمن ديالو كيدير شي 78 تقريبا، هو يعني زايد على الحليب العادي. ونوريكم انا غير النوعيه ديالو. هو هذا سين لاكتوسا، هذا خالي من الدسم. انا كناخذ كامل الدسم لان الاخر كيجي بحال شويه خفيف بزاف. غادي نمشي للجهه الخاصه بالمواد الخاليه من الجلوتين، هي هذه. كاين جوج جهات، هاد الجهه فيها لي باط فيها الخبز، والجهه اللي غادي نوريكم من بعد فيها داكشي ديال الشوكولا وداكشي ديال السيرياليس وديال غيطاس، يعني الكوكيس. هذه الحلويات توشيس اللي كيستعملوا الدراري الصغار اللي كيبغي يخدمهم بها. انا ما كنستعملهم الصراحه، يعني اصلا هما ماشي ما تينصحوش بهم الناس. هذا الخبز و ديك بحال الشوربه خاليه من الجلوتين حتى هي دايره اورو 69، زوينه بزاف. ندير بها شي وصفه وغادي نشاركها معكم. فايته كنخدم بها زوينه، ما كايناش في ميركادونا صراحه. هذه بالنسبه للخبز ديال المولد هي هذه، هو هنايا داير 2.85 في ميركادونا داير غير 2.60. بالنسبه للخبز البار على الباكيت يعني جوج بأورو كدا وستين هنايا داير. غنشوف شحال داير أورو كدا وستين جوج.
اذا الاثمنه شويه كتجيني هنا طالعه شي شويه، ولكن كاين شي حوايج زوينين. انا صراحه كناخذ من هاد الكاريفور غير لي بات الخاليه من الجلوتين، فهي زوينه، منها شعريه منها، الا باستثناء سباكيتي ديالها ما زويناش في الطياب، تطلق بحال كتبغي تعجن. بالنسبه لهاد الشعريه الرقيقه اللي كنديروا منها السفه زوينه، كتجي زوينه ما كتلصق حتى شي حاجه. هذه الصوبه ديال الحروف، شي مره غادي نطيبوها كذلك. هاد المواد اللي كناخذ ديما ان شاء الله غادي نشاركها معكم، الطريقه واش كنطيبها وكنسمها. كل مره كنسم شي حاجه، يعني ما كنديرش ديك القضيه ديال ديما المقرونه معطيشه ولا الطون، ولا كندير فيها حوايج اخرى كيجي فيها المذاق مختلف. هذه الجهه اللي دايرين فيها داكشي تاع سيرياليس فهي زايده. سيرياليس داير في ميركادون 2 اورو نيشان، هنا داير 2 اورو 40 نفس الماركه. هادو جداد في ميركادونا دايرين 2 اورو، هنا داير 4 اورو 35 جديد حتى في هنا. انا المهم اول مره كنشوفهم في ميركادونا الصراحه، ما عمري شفتهم. نهار اللي شفتهم خديتهم 2 اورو مزيانين. غيطاس كما كتشوفوا داكشي ديال البسكويت طالع بزاف في الثمن هنايا. الشوكولات يعني ما كاينش كاع ديال الاورو تقريبا نهائيا. بالنسبه للميركادونا كاين حتى ديال 40 سنتيم خالي من الجلوتين، يعني اللي بغى يستعملو يجري بيه الحلويات ولا ياكلون، يعني ما رخيص صراحه. الغالي كاع داير شي اورو 60. والطابليت كيكون كبير، الطبله يعني كتكون كبيره، تكون فيها ما يتكل. هادو شويه صغير وغالي. غيطاس كما تشوفوا راه طالعه بزاف الثمن. الشوكولات كذلك، ولكن اللي قادر باش يشري هذا الشيء دائما يشريه. انا شخصيا ما تنقدرش يعني نتقدم من هنا لان كيجيني غالي بزاف. الا لي بات اللي كنقول لكم هي كتعجبني باستثناء سباكيتي، وكذلك باستثناء الدقيق لانه ما صدقليش شريته زايد على تاع ميركادونا، ولكن ما كيصدقليش، ما كيطلعليش نهائيا. ما كتعرفيش كاع تعجنيه لا باليد لا بالماكينه ولا بالعاشق ولا بشي حاجه. ما انا بعدا ما عرفتش كيفاش ندير معاه. ومهم ديته واحد المره، خديته قلت نجرب، يوفوا نرمي منه غير عاشق في شي حاجه تيبان وتيخسر لك داكشي اللي غديري. ربما كاين شي ناس اخرين تيعرفوا يتعاملوا معاه وتيخدموا به حوايج اخرى. انا بصراحه ما صدقليش. انا كنتعامل غير مع داك الطريق اللي وريت لكم في الاول ديال ميركادونا، كنخدم به نسمن الحلوى، الخبز العادي، اي حاجه كما خدمت به داك النهار كما شفتوا. درت به الصابلي كيجي فن صراحه، كيجي ما كاين حتى شي فرق. غير هو خاص شويه في الاول تعرفي كيفاش تتعاملي معاه، من بعد كيجيك عادي ماشي مشكل. هنا كنوريكم غير بشويه دوك الحويجات اللي قلت لكم. يعني ممكن شي نهار تكونوا مزيرين وما عندكمش، ما حداكمش ميركادونا ولا ما سميتو، فهاد هنا هاد الجهه هي الخاصه بمواد خاليه من الجلوتين في كاريفور. وبالنسبه لكاريفور الاخر الكبير يعني ففيه بزاف، فيه واحد الباسيو كامل، واحد الممر فيه كل شيء. المهم هنا المقادير درتهم لكم على الشاشه حيت داز الفيديو بسرعه. باش نديرو دوك الحرشات، عندي السميده ديال الذره وشويه الزبده والحليب وواحد العشق ديال الدقيق وشويه ديال السنيده وخميره حمراء خاليه من الجلوتين. كنخلطهم هكا بالحليب كما كتشوفوا دابا. كنخلطهم من بعد كنضربهم بالضراب ديال الضو باش ديك السميده تطحن شي شويه، حيت كتكون قاصحه بزاف، يعني حيت هي غليظه وقاصحه بزاف. اذا خصني نضربها شي شويه، ونبغي نخليه واحد شويه غندربها. نتوما كتشوفوا نضربها غير بهذا الضراب هذا. اللي بغى يديرها بالضراب الاخر يديرها، هذا احسن. انت تضربها مزيان. كنخليها واحد شويه، ما كملش كاع حتى 6 دقائق. تندير المقله كتسخن، كنمسحها بواحد البابي ديال الكوزينه. هي اصلا هاد المقله ما كتلصقش، ولكن كنمسحها بهذا البابي هذا ديال الكوزينه. كنقص ليها العافيه بزاف باش ما تحرقش لي الحرشه وباش تجيني
طايبه مزيان من الداخل وما كتجينيش مدقسه. تتجي الصراحه، كتجي هي هادي، ما غليظه ما خفيفه، ما يعني كتكون هي هذيك. يعني العجينه تاعها كيما شفتوا القوام تيكون شاد راسو هكا. كنبقى نرمي على داك الشكل اللي تندير كيما شفتوا. كنعاود نقادها. كنخليها كتعطل شي شويه في الطياب، يعني خاصه الاولى تعطل شي شويه في الطياب باش طيب مزيان كما قلت لكم، باش ما نزربش عليها وغادي تخرج مدقسه. راه غادي تشحر ولكن غتخرج مدقسه. اللهم نقص البوطه ونستناها باش تخرج ليا مزيانه. نقلبها غير بشويه من التحت كتبان ليا، وكنقلبها. الا قدرت نقلبها بالمقله غنقلبها، اللي ما قدرش غادي يقلبها في الطبسيل. يجيب واحد الطبيصيل ويحطها على هاد الوجه التحتاني ومن بعد تيقلبها باش ما تخسرلوش الخبيزه. هكذا تنحطوها ومن بعد كنقلبوها في المقله. ها هي راه كتشوفوها طايبه مزيان كتنفخ. نخليها حتى كتبان ليا محمره مزيان، عاد كنحيدها ما نزربش عليها. صافي كنحيدها وكنجيب. هانتوما كتشوفوها. ربما خاصني نزيدها واحد شويه، خاصها تكون المهم محمره مزيان. صافي كنحيدها وكنرد المقله، كنمسحها تاني بداك البابيل كما شفتوا في الاول، وكنرمي الخبيزه الاخرى. يعني كاس ديال العنبه ديال السميده عطاني ثلاثه د الحرشات صغارات كما كتشوف. يعني اللي بغى العدد كتر يضوب المقادير. غنعاود لكم المقادير لان ولا دازو بالزربه صراحه في التصوير. كندير كاس ديال العنبه ديال السميده، كندير معلقه ديال الدقيق، وكندير معلقه كبيره او جوج ديال الزبده كي دايبه كي ما دايباش، وكندير شويه ديال الملحه وشويه ديال السكر ومعلقه ديال الدقيق خاليه من الجلوتين، وكاس ديال الحليب باش كنعجن ديال العنبه حتى هو باش يخرج ليا داك القياس وداك القوام اللي وريتكم. اذا هذه الحرشه الثانيه اللي درنا. انا كنخلي البوطه منقوصه وكنمشي معاها بشويه باش تخرج ليا مزيانه، ما نزربش عليها كما قلت لكم باش ما تحرق وتكون لك من الداخل مدقسه ما تكونش زوينه. يعني حتى الناس الاخرين اللي ما عندهمش هذا المشكل تاع حساسيه القمح يمكن لهم ياكلوهم، هما صحيات. الدرك كنعرفوه صحي بزاف وزوين صراحه، ما كيضرك لا في كرشك لا حتى شي حاجه. كنحاول نحركها كما تشوفوها كتكون من الداخل بحال بونجا. الصراحه انا قلبتها ونخليها طيب بشويه باش ما تحرقش. دابا راه المقله سخنت، يعني خصني نرد معها البال.
صافي غادي ندير الاخرى اللي هي الثالثه. كما قلت لكم كاس عطاني 3. اللي بغى يديرهم رقاق عاد كثر راه غادي يدير من هذاك الكاس، يقدر يدير حتى 4. انا درتهم على هذا القياس هذا، جاوني هو هذاك، جاوني مع رقاق ما غلط. هما هادو من بعد ما كملتهم جبت شويه ديال الكوفيتير حتى هو خالي من الجلوتين، شويه ديال الزبده نتوما كتشوفوا طايبين مزيان ما مدقسينش. غنحل وحده غتشوفوها باش ندير فيها شويه الكوفيتير والزبده، اللي بغى يدير فيها العسل، اللي بغى يدير فيها اللي كيعجبكم. اذا غادي نحل هذه نتوما كتشوفوا راه ما كيتفرتت ما حتى شي حاجه الصراحه، حيت درت فيها ديك المعلقه ديال الدقيق خلاتو شويه مجموع. الا درتو 2 كيسان ديال السميده ديروا 2 معالق كبار ديال الدقيق. هانتوما كتشوفوها مزيانه طيبه. غادي ندير فيها شويه ديال الزبده، غير شي شويه ماشي بزاف، وغادي ندير شويه ديال الكونفيتير، وكل واحد يدير داكشي اللي كيعجبو، العسل والزبده ولا غير العسل وحده ولا بزيت ولا اللي موالفين كتستعملوه. الفطور كيجيو فنين. نتمنى يعجبوكم ان شاء الله وتجربوهم، تردوا عليا في التعليقات ديالكم. كما تنقول لكم كتشجعوني، شكرا بزاف لكم وجزاكم الله خيرا.